كنت بيت العطارين ليه يا رايق؟ كلام ايه ده يا حاج؟ خسارة، كنت فاكرك أذكى من كده بكتير. لكن الغدر ما بيجيش إلا من أقرب الناس اللي بنأمن لها، عشان كده سموه غدر. اقسم بالله ما انا فاهم حاجه من اللي بتقولها يا حاج. مين اللي بلغ سيف العزازي إن البضاعة اللي جاية هتتخزن عندك؟ في حد غيرك يعرف؟ اكيد ما فيش حد غيري يعرف، انا مش تلميذ يا حاج. أنت طبعا عارف جزاء الخيانة إيه. بس اللي مانعني عنك اللي أبوك عمله معايا. أنت هتعيش يا فتحي، بس عشان أبقى سددت الدين اللي عليا لأبوك، لكن مش عاوز أشوف وشك تاني. لو شفت وشك ولو صدفة هقتلك. غور من وشي. ايوه حاضر جاي. حلوة الضفيرة دي، مين عاملها لك؟ أنا قلت كده برضه. طيب اسمك إيه؟ هو إحنا مش أصحاب؟ المفروض تتكلمي معايا زي ما بكلمك. طيب فاكرة أول مرة تقابلنا فيها؟ كنت بتعملي ايه في المكان ده؟ ايه اللي وداكي المكان ده؟ مش كده؟ حسيت برضه. طيب طب ابتدي معاكي من الاول. ازيك؟ انا اسمي زكريا. وانا هايدي. اسمك ايه؟ ايه؟ مش ناوية تقولي لنا اسمك ايه؟ علي. تعالي. كنتي بتعملي ايه في الفيلا اللي قابلتك فيها يا عليا؟ كنت مع بابا. باباكي كان بيعمل ايه هناك؟ معرفش. ينفع توديني ليه؟ حاضر، شوف هعمل معاكي ايه. كانت لعبه، حفر لنا الحفره وخلانا نغرس فيها. زين كشفنا يا سيف. كشفك انت، انا ماليش فيه. طبعا، وانت تفرق معاك في حاجه؟ الكلوب فرقع في وشي انا ولبستها. ما قتلكش ليه؟ كنا خلصنا منك. هي بقت كده. الله، وانا اللي كنت فاهم انك في ظهري. ظهر مين يا عم؟ وانا عمري كنت في ظهر مين؟ تجديد ولا ايه؟ مالك؟ برضه نفس السؤال. ما قتلكش ليه؟ رد الدين بتاع ابويا. ابوك بقى الله يرحمه ده احسن حاجه عملها في حياته الموضوع ده. يزن الموضوع زي ما بيقولوا هيبقى سلف ودين فتحي. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ طب ما هو لو زين سامحني، ولاده ولا سليم هيسامحوا ولا لا؟ بقول لك ايه، اخفي انت اليومين دول، استخبى في اي حته لحد ما الموضوع يهدى. بس وديني وما اعبد، لو اسمي جه في الموضوع من قريب او من بعيد، ختم شهاده وفاتك هيكون من عندي هنا. تفتكري بابي هيعدي اللي انت عملتيه ده على خير؟ اسكتي يا ياسمين، ما تفكرنيش. اصلا هي مش المشكله في اللي هو هيعمله، المشكله لما يعرف السبب اللي خلاكي تعملي كده. ياسمين ما تخلينيش اندم اني حكيت لك.
طب وبعدين يا سلمى؟ هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا كلمت عليه وهيتصرف. علي يا سلمى، ما كانش ينفع يعرف حاجه زي دي. وفيها ايه يعني؟ على فكره علي زي اخويا وانا بثق فيه جدا، وبعدين هو الوحيد اللي مش هيحاسبني وهيفهم اللي حصل ده. يفهم ايه يا بنتي؟ اللي حصل ده غلط، مش محتاج حد يقولك هو صح ولا غلط. انت مش المفروض تكوني مستنيه حد يحاسبك اصلا، انت لازم تحاسبي نفسك يا سلمى. لو ما حاسبتيش نفسك يبقى دي مش هتبقى اخر مره. لازم تعرفي ان انت مش لوحدك يا حبيبتي. اي تصرف هتعمليه هيأثر على امك وابوكي واخواتك كلهم، واكيد انت مش عايزه تزعليهم، مش كده؟ الحمد لله على السلامة. اسمع ياض يا اصفر، انت العلقه دي ولا حاجه قصاد اللي ممكن يحصل لك. انت الظاهر ما خبرش انت بتلعب مع مين. الصور اللي عندك كلها تختفي، لحسن لو حاجه ظهرت كده ولا كده قسما عظما اخفيك من على وش الدنيا. فاهم؟ وبلاش حلاوتك الحلوه دي تروح هدر. خلاص قلت لك خلاص. تليفونك فين؟ يدك في جيبي. وده حلال علم. وخليك فاكر زين، سلمى لا. سلمى ايه؟ سلمى ايه؟ سلمى لا. برافو. أنا مش هسألك أنت عملتي في نفسك كده ليه؟ أنا بس عاوز أقولك إن مفيش في الدنيا دي كلها حاجة واحدة تستاهل إن الواحد يموت نفسه عشانها. إحنا اتوجدنا في الدنيا دي يا حبيبتي عشان نعيشها. أمك وهي حامل فيكي كان عندها مشاكل في الحمل وكانت خايفة لا تموت وهي بتولدك. فأنا يوم ولادتك قعدت أدعي ربنا، كتبت على باب أوضة العمليات سلمى عشان تسلمي لي انت وامك. شفتك في ايد الدكتورة بتضوي زي القمر، ومن يوميها يا سلمى وانت منورة عليا دنيتي. كنت زمان بتكتبي لي جوابات تقولي لي ماما زعقت لي عشان مش عايز اكل وانا ماليش نفس. زكريا ضربني، معرفش المدرسين عملوا لي ايه في المدرسة، وانا ما كنتش بنام قبل ما اقرا الجواب، ولسه محتفظ بيهم لغاية دلوقتي. عاوزك يا حبيبتي لما الدنيا تضيق بيكي اكتبي لي جواب وانا هقراه.